فتيات وسيدات حرمن من متابعة العرس الخليجي من داخل مدرجات ملاعب الرياض، فحولنا مجلسهن النسوي إلى ملعب مصغر للتشجيع ومتابعة كل شاردة وواردة عن البطولة. والله احنا قلنا السعودية بدأت الحين خلاص تتأقلم مثل ما شافت الملاعب بحرين شقاء خليجي 21 ممزورة من المشجعات النسائية. قلنا يمكن يراعون هالمرة عشان خليجي يشجعون، فانصدمنا يوم رفضوا الطلب صراحة. الاهتمام بالكرة لا حدود له بالنسبة لزهرة وهند والبقيات، فهو يفوق أحيانا ما يبديه الذكور في التشجيع، رغم أن نطاقه يبقى محصورا وضيقا، كما هو الحال مع ممارسة الكرة أو الرياضة في الدول الخليجية إجمالا. لو يكون مجموعة كثيرة تتحمسين أكثر، بس هنا عاداتنا يعني ما أعرف والله ليش الحرمة عيب، لا تسوي ما أعرف. يعني ما الواحد ما يسوي شيء غلط. نحن مشجعات يعني نحتاج مكان للتشجيع، يعني مو كل شيء ريايل ريايل ريايل. نحن بعد نبغي نفس دورهم، يعني انهم كريايل يشجعون مثلا يعني المنتخب. نحن بعد محتاجين، ترى ها منتخبنا، واكيد نحن بعد محتاجين يعني نشجع منتخبنا. أصوات كثيرة ارتفعت في الفترة الأخيرة تطالب بالسماح للسيدات بحقهن في التشجيع وممارسة الرياضة دون قيود، لكن يبدو أن التقاليد والموروث من عادات محافظة في بعض المجتمعات الخليجية ما زالت تحول دون إثبات المرأة لذاتها وقدراتها وكفاءاتها رياضيا على الأقل.